رسالة لكل المامز الحلوين كده. الفراخ لو اتحولت لبانيه مش هتعيط، واللحمة لو حولناها لكفتة برضه مش هتزعل ومش هتحلف إن هي مش هتتاكل. الأطفال عادة ما بيحبوش الأكلات الصريحة، ممكن نحولها لأي حاجة تانية ياخدوها، ممكن ناكل بانيه، ممكن ناكل كفتة، شاورما، شيش. ابنك ما بيحبش الفراخ، والله يعني مش لازم، اديها بحاجة بصورة تانية يعني. البيض والجبنة واللبن، يعني قليل قوي لما بنقابل الأطفال بيحبوا اللبن، يعني دول نوادر. فممكن ندخل اللبن في حاجة تانية ناخد نفس الفايدة بتاعته، وياخد اللبن برضه، يعني مش لازم ناخد يشرب كوباية اللبن يعني. الجبن برضه الأطفال ما بتحبهاش قوي إلا إذا كانت الجبن ليها طعم، وغالبا بتبقى الجبنة الرومي اللي هي المفروض مصنعة، ندخلها في حاجة تانية والله. ممكن نحول الحاجة لصورة أخرى الطفل يحبها، زي ممكن ندخل البيض واللبن في بانكيك. ماله البانكيك؟ زي اللبن هيعترض مثلا؟ مش هيعترض. الفراخ واللحمة نحولهم لبيتزا برضه زي الفل، والأطفال هياكلوها ويشكروكي جدا. فبلاش نبقى طف كده مع الأطفال ونتحكم رأينا، وإن هو ناخد فراخ فراخ ولحمة لحمة، يعني بالراحة على العيال شوية.